السلام عليكم واهلا وسهلا. هقول لكم النهارده على 10 طرق تذاكر بيهم بفعاليه اكبر، ويعني الدنيا تبقى حلوه معاك كده ان شاء الله. بص يا سيدي، اول حاجه انك تذاكر في مكان مريح وهادئ. ازاي مكان مريح هادئ؟ يعني مكان يكون نظيف، فيه اضاءه حلوه، تمام، بعيد عن الدوشه. اتفقنا؟ طبعا ايه، نبعد عن السرير خالص، اي حته غير السرير. تاني حاجه، اقفل الموبايل. موبايلك بقى اقفله خالص، لا فيس ولا تويتر ولا اي حاجه. طول ما الموبايل جنبك مش هتعرف تذاكر. تالت حاجة، هنذاكر من 20 ل 30 دقيقة. من 20 ل 30 دقيقة، وهناخد بينهم بريك 10 دقايق. ليه من 20 ل 30 دقيقة؟ لأن العقل بيستوعب فقط أول 20 دقيقة من المذاكرة لو حاجات جديدة، تمام؟ فاحنا عشان ما نهلكش عقلنا هناخد 10 دقايق بين كل 20 دقيقة أو 30 دقيقة، تمام؟ تالت حاجة، حب اللي بتذاكره. ازاي؟ ما تخليش اي حد يأثر عليك ويقولك المادة دي صعبة قوي، المادة دي معرفش ايه، اصل الناس كلها شالتها. طب ما الناس كلها شالتها، لو الناس كلها شالتها ما كانش في حد نجح فيها السنوات اللي فاتت دي كلها. فعشان كده هتهتم بانك ايه، تحب اللي انت بتذاكره، تبعد عن اي كلام بيتقالك مادة صعبة او سهلة، مالكش دعوة بالكلام ده كله، تمام؟ لو اعصابك تعبانة وحاسس بدوشة، تمام، اعصابك تعبانه، حاسس بدوشه، مش عارف تركز بسبب الاصوات اللي حواليك، في حاجه اسمها ايه، ستادي ميوزك، هتلاقيها على الساوند كلاود، تمام، تنزلها او تنزل من على النت حاجه اسمها ستادي ميوزك، تمام، بتبقى عباره عن موسيقى هاديه من غير كلام، من غير اغاني، لان الاغاني بيبقى فيها كلمات هتركز مع الكلمات، مش هتركز مع المذاكره. طيب، سادس حاجه، الحاجه الصعبه، تمام. لما يكون عندك حاجة صعبة تذاكرها ازاي؟ اتحرك وانت بتذاكرها، اعمل نفسك كأنك بتشرحها، مثل كأنك بتشرحها، كأن اصحابك قاعدين وانت بتشرحها لهم، عمرك ما هتنساها. طيب، سابع حاجة، صفي ذهنك. قبل ما نبدأ مذاكرة لازم نصفي ذهننا. ازاي نصفي ذهننا؟ احيانا بيبقى في واحد عمال بيفكر في حاجات كتير جدا، إيه بكرة معرفش هخرج اروح فين، طب النهاردة هعمل ايه، بكرة معرفش ايه. صفي ذهنك من كل الحاجات دي. طب هتعملها ازاي؟ اكتب كل الحاجات اللي انت بتفكر فيها في ورقة، هتساعدك انك تنساها، تمام. طب ايه تاني؟ هنتأمل. التأمل عبارة عن انك هتغمض عينيك وانت قبل ما تذاكر 3 دقايق بالظبط، تمام. هتعمل فيهم طريقة التنفس السليمة، اللي هي 7 ثواني من الأنف، تمام، شهيق هنكتمهم ثانيتين، هنعمل زفير 14 ثانية، ونفكر في حاجة سعيدة، حاجة بتفرحنا دايما، تمام. 3 دقايق بس قبل ما نبدأ مذاكرة هيعملوا معاك فرق كبير جدا. طيب، تامن حاجة، ما تنساش تعمل جدول مذاكرة قبل ما تبدأ تذاكر. نفترض ان انت عندك امتحان كمان 3 ايام، تمام، يبقى انت هتقسم مذاكرتك على ال3 ايام دول، تمام. حاول يكون الجدول مريح بالنسبة لك وما تضغطش نفسك فيه. جميل. 9، اعمل خرائط ذهنية. ايه الخرائط الذهنية دي؟ الخرائط الذهنية شبه ده، تمام. خدنا احنا مثلا ايه، ده المنهج كله معمول اهو على شكل خريطة، خدنا اول فقرة منه اللي هي اهي وعملنا لها خرائط. طب ايه فايدة الخرائط الذهنية دي؟ الخرائط الذهنية دي بتساعد عقلنا ان احنا ما ينساش المعلومة. ليه؟ عقلك بيقدر يحفظ المعلومة بالطريقة دي بشكل اسهل بكتير. غير كده انك بتلخص كل مذاكرتك في اشكال، والاشكال او الانماط بتدخل العقل بسهولة. 10 حاجة واخر حاجة بقى، ايه هو احسن وقت للمذاكرة؟ احسن وقت للمذاكرة بعد صلاة الفجر. 4 ساعات بعد صلاة الفجر بمذاكرة يومين بحالهم. 4 ساعات بعد صلاة الفجر بمذاكرة يومين بحالهم. أنا كده خلصت. ما تنساش تعمل شير للفيديو عشان صحابك كلهم يشوفوه، ما تبقاش بخيل، تمام. ولو عندك أي سؤال أو استفسار في المذاكرة أو في غيره، ابعت لي رسالة على صفحة دكتور أحمد عادل زينة بالإنجليزي. شكرا.